السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم هي حلوة من حلويات دوازاتي اللي غادي نقدمها لكم اليوم. بيضة واحدة كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذة بزاف والمنظر زوين. اليوم كتشاركني في الوصفة الأخت ليلى من قناة طبخ ليلى، اللي هي غنية عن التعريف، عندها وصفات يعني متنوعة وشاملة. كنصحكم أنكم تزوروا القناة ديالها وتدعموها بلايك وبالاشتراك. فهي قناة يعني تستحق المشاهدة. غتشاركني كذلك بوصفة من دوازاتاي بالكاكاو على شكل حلزوني كما كتشوفوا في الصور. نبداو ان شاء الله الوصفه ديالنا. بسم الله. كنحتاجوا المقادير التاليه: كنحتاجوا نص ربعه ديال الزبده اللي هي 125 غرام، كنحتاجوا نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت، ونصف كاس ديال السكر كلاصي اللي هو السكر الناعم، وقبيصه ديال الملحه. وكنحتاجوا منسم اللي كنستعمل هنايا قشور البرتقال اللي غنزل لكم الرابط ديالهم ان شاء الله. كيمكن لكم تحكوا يعني حامضه، ويمكن لكم تستعملوا الفاني اللي متوفر. كنحتاجوا بيضه، وكنحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلوه، والدقيق على حسب الخليط. كنبداو بسم الله. حاولوا ان الزبده تكون لينه. كنحاولوا ندمجوا الزبده ديالنا مع السكر كلاصي. كيف كتشوفوا هنا بعد ما ولا لي الخليط بحال بوماد، كنزيدوا البيضه ديالنا، كذلك الزيت نصف كاس، نضيفوا معلقه صغيره ديال المنسم، وكندمجوا العناصر كامله. كنبدا نضيف الدقيق يعني تدريجيا كما كتشوفوا حتى كنحصل على يعني النتيجه اللي بغيت. كنصحكم دائما تضيفوا الدقيق تدريجيا، خصوصا في المراحل الاخيره، باش ما كتقصحش لكم الحلوه، وكتحكموا في الدقيق ديالكم. هنا كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ضفت ليها الدقيق خدات لي تقريبا 350 غرام ديال الدقيق، وكتجي على هذا الشكل. كتجي يعني مرطبه شويه، ما تكونش غير خفيفه بزاف. وغادي نديروها على الشكل اللي بغيتو. غادي ندوزو، كيمكن لكم ديروها على شكل صبيعات، كيمكن لها على شكل دائري. انا هنا غنديرها على شكل دائري بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا كنزلوها في لاطا، كنكملوا الكميه كامله. بعد ما كملتهم كما كتشوفوا كناخذوا اي اداه. انا خديت هذه وكندير واحد الثقب لداخل، حاولوا نوسعوا شيئا ما، وكنزلوها كندخلوها الفرن مسخن من قبل على درجه حراره متوسطه حتى كطيب وتذهب. ما نخليوهاش يعني تحمر بزاف، غير الذهب تاخذ داك اللون زوين، ومن بعد نكملوا ليها التزيين ديالها. هنا غادي نحمر الكوك ديالي كما كتشوفوا، غنخليوه حتى يتحمر. نحاولوا نخليوه في لون يكون زوين ذهبي على نار مهيله بطبيعه الحال. هنا كتشوفوا الحلوه ديالي بعد ما خرجت لي من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالها. ما كنحمروهاش بزاف كيف كتشوفوا، غير كتذهب. هذا الكوك ديالي اللي جوز الهند اللي انا حمرته في فوق المقله كيجي على هذا الشكل. كنحتاجوا كذلك الكونفيتور باش كيمكن لينا نزينوا الحلوه ديالنا. كنحاولوا ندهنوا الحلوه ديالنا بالكونفيتور. حاولوا تاخذوا الكونفيتور السائل. كتجي على هذا الشكل. كنبقاو مستمرين في الحلوه ديالنا حتى كنكملوا الشكل كامل. غادي ندير لها خطوط من الشوكولا اللي كتبقى اختياريه.
كيمكن لينا نديرو واحد الاضافات. انا هنايا غادي ندير الكراميل في الوسط، كيبقى لكم الاختيار. التزيين كيبقى اختياري، كنخليوها تبرد مزيان ومن بعد عاد كنقدموها. هذا الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم. كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها زوين، وكذلك المذاق كتجي لذيذه. غادي نوريها لكم من على القرب. كما كتشوفوا هنايا كيفاش كيجي الشكل ديالها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. سهله وبسيطه وبمكونات يعني في المتناول. الى عجبكم الفيديو شاركوا في القناه ودعموا الفيديو بلايك. كنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.